اصحى اصحى. اول يوم مش مدرسة. عايز اروح المدرسة، عايز انام. مش انت يا بابا، انا. طيب. اصحى اصحى. صحيت في ايه؟ معاك زبور يا طيب صحيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم موتانا وارحم امي وارحم ابويا واجمع ما بينهم واسكنهم الفردوس الاعلى. بصوا حبايب قلبي، النهارده بقى اول يوم مدرسة، دي رابع سنة اصور لكم فيديو لرابع يوم. يعني كل سنة هتلاقوا الفيديوهات عندي على القناة، ملك وهي في سنة اولى، وملك وهي في سنة تانية، وملك وهي في سنة تالتة، وملك وهي في سنة رابعة، ونفس النظام لمريم. كل حاجة هتلاقوها عندكم على القناة. هنا بقى اول يوم مدرسة. الطقم ده طبعا انا كنت شاريهولها، هو مقاسها وكل حاجة، بس عايزة اجربه، وهو القميص جوه لقيته مش حلو خالص. هنا بقى عمالين نشور بعض انا وهي عشان تقتنع. انا طلعت لها القميص كده بره. القميص ده كان حلو قوي، كان عامل 230، والبنطلون ده حلو قوي كان عامل 180. بس كان يعني انا قلت ايه، خير الامور الوسط. هي عندها بدل كتير هتشوفوها بقى الفتره الجايه وهي رايحه المدرسه، فقلت اجيب لها ايه حاجه سهله كده. ونزلت اشتريت لها شنطه للمدرسه عشان طبعا ما تزعلش، واشتريت لها طقم زي اختها عشان ما تزعلش. الشنطه بتاعت المدرسه جايبها لها ب 370. انا كنت هجيب لها واحده غاليه زي بتاعت مريم، بس كانوا الناس خدوا الشنط، ما لقيتش شنط خالص. يعني دي كانت احلى شنطه في الدكان. فربنا يبارك في اولادنا جميعا يا رب، باذن الله باذن الله، والله العظيم باذن الله. الفيديو اللي بعد ده يا رب افتكر، بس هوريكم شنط البنات القديمه. والله يا جماعه متقطعه جدا جدا. يعني انا مش بجيب الحاجه يعني استكتار او ان عيالي يبقوا احسن عيال او كده، لا لا مش الكلام ده والله العظيم. انا بجيب الحاجه اللي ناقصه عيالي، والله العظيم يا جماعه انا ماشيه على قد خالص. اللي ناقص عيالي بس اللي بجيبه. باذن الله يحافظوا على شنطهم. مش هجيب بقى الملك باذن الله الا في الاعدادي باذن الله، لو لنا عمر ولنا نصيب. هنا بقى ملوكة خلاص قررت ان هي تعمل قرنين. على فكرة انا بشور عيالي وباخد رأيهم، والله العظيم اقول لهم انتوا عايزين تسرحوا ايه، عايزة تعملي شعرك ازاي، وبعمل لهم شعرهم واسرح لهم. بعد ما لبست ملك كده نزلت بقى على طول كده ملوكة العسولة هي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيها وفي عمرها، ويبارك في عمر اولادكم جميعا، ويحفظ اولادكم وتشوفوهم احسن الناس. واللي معهوش اولاد ربنا يرزقه يا رب الذريه الصالحه اللي بيتمناها وتفرح قلبه يا رب. هنا بقى مرضتش احط فلتر، لان اختي قالت لي الفلتر بيضيع الالوان في حته تانية خالص. فانا مش هحط فلتر يا جماعه، انا هكتفي بس ايه هو التليفون والله كاميرته اضاءته وحشه. انا باذن الله لو ليا نصيب باذن الله اجيب تليفون حلو. والله التليفون اللي معايا ده ب12000، بس مش عارفه كاميرته مالها متنيله كده. حطيت لها طبعا كراستين من هنا وكراستين من 60 ورقه وكراستين من 40 ورقه. ملك بنتي بقى وحطت لها علبه الالوان. بصوا يا جماعه، انا عندي مريم هتبدا مدرسه باذن الله يوم الاثنين. ملك بس اللي هتروح السبت والحد. يوم الاثنين بقى هيروحوا الاثنين سوا. الحمد لله ربنا مش عايز يدوخني ملك ومريم مع بعض، فالحمد لله يا رب الحمد لله. قلت يعني فضل من ربنا، مش عايزه ادوخ والله العظيم يا جماعه. انا اصلا كنت ناعيه الهم، اما رحت لقيت كده الحمد لله. هروح بقى هما مسائي الحمد لله برضو، عشان انا ما بقيتش عارفه اصحى بدري. فهنا بقى قلت اعمل لهم سندوتشات كده. ملك طالبه لانشون، رغم انه والله جايبه جبنه وجايبه بيض، وقالت لي ماما حطي لي جوافه. كان فاضل عندنا موزه، قطعتها لها كده نصين وحطيتها لها برضو. وكنت جايبه لها دونتس من الطابونه، هي بتحبها قوي يا جماعه، بتبقى صغنونه كده وكلها شوكولاته، بتحبها قوي. وقمت قافله لها، وبتحب المعلقه البامبي دي. هتقولي مفيش حاجه تتاكل بالمعلقه، هي بقى بتحبها فانا هحطها لها. وقالت لي يا ماما بالله عليك اما تعملي اللانش بوكس رجعيه في الكيسه تاني. فانا رجعته لها بقى عشان ما ازعلهاش اول يوم مدرسه. قلت لا عشان ما ازعلهاش وافرحها، ربنا يفرح اولادنا جميعا. جبت بقى ايه، رحت المول كده. انا بحب المول قوي اللي جنب البيت عندنا، عشان عنده حاجات سعرها حلو فبحبه قوي. جبت كيسين لبن عبور لاند. جبت كيس المكرونه كان في المول ب8 جنيه. جبت 5 اكياس، واحد لسان عصفور و2 بشاميل و2 سباكيتي. وجبت كيسين عبور لاند، بحب لبن عبور لاند قوي، احلى من جهينه كمان. وجبت كيس بشاير للقهوه، لبن بشاير رخيص وبيبقى حلو قوي في القهوه. انا كنت بجيب لبن جاموسي بس ملحقتش الست اللي بجيب منها، وما بحبش اجيب من اي حد غيرها لانه بيطلع رايب. وجبت كرتونه بيض، كانت كرتونه البيض عامله 165.
وجبت 4 اكياس اندومي من اللي هو ب5 جنيه، بقى سهل يعني لما بجوع بالليل ولا حاجه باكله. وجبت كمان جبن بقى، جبت جبنه دومتي. الله على جبنه دومتي يا جماعه، والله جبنه دومتي اللي ما جربهاش خسران كتير. اللي نازله جديد، مش اللي هي فيها فض دي، لا مش حلوه. اللي نازله جديد دي تحفه يا جماعه. الجبنه الدومتي دي اللي هي في العلبه دي، يا لهوي، كانك بتاكل احلى. انا ما بحبش الجبنه، حبيت دي، تحفه تحفه تحفه. وجبت بقى ماجي، وجبت بهارات بطاطس، وجبت جبنه مثلثات، وجبت حلاوه طحينيه، وجبت حاجات. يعني بجيب علبه بقى وعين حاجه المدرسه فيها كده، اللي هي طبعا جبن بنفطر بيهم وبنتعشى بيهم، ما بيخلص بنجيب تاني. عندي جبنه في التلاجة زي ما انتم شايفين كده، بجيب العلبه الكبيره وافتحها واحطها في حافظه عشان ما تنشفش، انا مش بحب الجبنه تنشف مني. وجبت كريم شانتيه. الحاجات دي طبعا بتنفع في البيت. انا كل ما باخد مصروفي كده بنزل انقنق اي حاجه. هنا بقى وديت ملك الدرس، هي بتروح الدرس قبل المدرسه، وديت ملك الدرس، وانا ما بوداش بصراحه، ربنا يحفظها ويبارك في عمرها، هي بتروح لوحدها. قلت بقى اما اروح اجيب فرخه، رحت جبت فرخه. يعني الراجل جنب البيت عندي على طول، نزلت كده مرضتش بقى امشي بعيد، قلت هجيب من الراجل اللي عندي في الشارع وخلاص. نزلت بصراحه هو كويس يعني، وميزانته كويسه برضو، وفرخه جميله. رحت كده كان عندي بقى خضره طلعتها، وحاجه المحشي قلت هتدبل، وانا بحب الحاجه تبقى صبحه كده ناكلوها تبقى حلوه. وجبت البطاطا كده، قلت هنقعها في شويه ميه عشان اغسلها واعملها للعيال. فبصراحه يا جماعه بصوا، قلت للراجل قطع لي الفرخه 4/4، قطعها لي وركين وصدرين. فهي بصراحه كانت حلوه قوي، بصراحه يعني كانت حلوه قوي. عملت نصها طبعا النهارده، وكان عندي كنت جايبه نص كيلو رجول طلعته برضو، عملت نص كيلو رجول، وعملت نص الفرخه، وعملت الكبده والقناصه. وبصراحه كان يوم حلو والله، وانا كنت نفسي في الاكله دي قوي. ملك بنتي بقى بتاكلش محشي البتنجان، عملت لها محشي فلفل، هي بتحب محشي الكوسه، بس بصراحه كانت هتبقى يعني اللي شفتها في السوق كانت صغيره يعني مش نافعه خالص. فقلت لها خلاص يا ملك، يوم تاني انا حطيت كده معلقه زبده وشويه زيت، وبدات اعمل بصل. انا عملت معاكم المحشي كتير قوي، فانتوا عارفين طريقه المحشي، وكلكم اشطر مني واحسن مني كمان. هنا بقى دخلت على الفراخ، حطيت بقى ورك وصدر وشويه رجول وبصلايه ومعلقه زبده وفصين توم، وقعدت اشوح فيهم. بصراحه والله العظيم الاكل كانت ريحته قلب الدنيا. شوحت البتنجان في شويه زيت، ونقعت البطاطا، وغسلت الرز والخضره، وقطعت الخضره، وسبتهم بقى يتصفوا شويه. وهنا كنت حشيت المحشي وكمان حمرت الفراخ. وبألف هنا علينا وبألف هنا عليكم، وربنا يسعد قلوبنا جميعا. متنسوش يا حبايبي تعملوا لي لايك وتشتركوا معايا في القناه، ودراسه سعيده علينا جميعا.